اهلا بكم في قناة حلو وحادي مع مريم. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفاصوليا الخضراء بتكات مختلفة هتحبيها باذن الله. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. معايا هنا كيلو من الفاصوليا. مش كل الناس بتحب الفاصوليا الخضراء. الطبق ده طبعا مهضوم جدا، يعني مفيش حد بيحبه خالص. النهاردة ان شاء الله هنعمله بطريقة مختلفة. باذن الله هتحبيه. اول حاجة علشان تنقي الفاصوليا بتاعتك صح لازم تكون طرية. تمام. ما تكونش ناشفة. لما بتيجي تقطعيها بالشكل ده تتقطع معاكي بكل سهولة، مبقاش فيها زي خيوط كده. تمام. لازم تكون طرية بالشكل ده. علشان الطرية مش محتاجة ان انا اقطعها بالسكينة. انا هخلص الكمية بتاعتي وهرجع لكم. خلاص انا خلصت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده وغسلتها زي ما انت عايزة، حابة تغسلها الاول حابة تقطعها الاول براحتك. هنشوف هنعمل ايه. انا هنا معايا فاصوليا ومعايا طماطم معصورة. تمام. معايا بصلاية ومعايا هنا فصين من التوم المهروسين. حل على النار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنا طبعا كلنا عارفين ان احنا بنحط المادة الدهنية اللي احنا عايزينها، سواء كان دهن ضاني او دهن وزيت او سمنة وزيت اللي انت عايزاه اعمليه. يسخنوا شوية بس كده على النار، وبعدين انزل بالبصل المفروم بتاعي وهشوحهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي معايا. معلش اتأخرت عليكم لان كنت تعبانة فعلا، ما كنتش قادرة اتكلم. وبعدين ان انا خلاص البصلايه اتحمرت معايا اهي او اتشوحت معايا. انا عايزاها اللون ده. تمام. وهنزل بفصين التوم بتوعي وهشوحهم برضو تشويحة خفيفة. عايزة اقول لكم فصين التوم بيفرقوا جدا معاها في الطعم. وخلاص كده هنزل بعصير الطماطم بتاعي. الطماطم هنا لازم تكون مضروبة ومتصفية كويس من اي قشر او بذر، بيفرق معاكي جدا. وهضيف هنا معلقة سكر، وكلنا عارفين ان السكر بيعمل معادلة لحموضة الطماطم. ومعلقة هنا من الكمون او رشة من الكمون، ورشة من الفلفل الاسود. وهسيبهم يتسبكوا مع بعض. هخليهم يتسبكوا وهرجع لكم. خلاص الطماطم بتاعتي اتسبكت اهي. تمام. هضيف لها الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء دي يا جماعة فيها فوائد عالية جدا، بس مش عارفة ليه بعض الناس مش بتحبها. لكن لو عملتيها بالطريقة دي ان شاء الله هتغيري رأيك فيها وهتحبيها. كده خلاص هنشوف بس مستوى الملح عامل ايه، لو احتاجت ملح هنزودها. والملح طبعا هنا حسب الرغبة. وهضيف لها هنا رشة بسيطة جدا من الملح الأبيض. بعتذر عن صوتي لأن كنت تعبانة. عايزة أقول لكم دور البرد ده شديد جدا. خلي بالكم من أولادكم وخلي بالكم كمان من الاختلاط، علشان العدوى بتبقى وحشة جدا. يا رب يشفي كل مريض. ونرجع للطبق بتاعنا. أنا هغطيها بس كده وهخليهم يتسبكوا مع بعض، ولما يتسبكوا هرجع لكم. خلاص انا بس الفاصوليا هنا اتسبكت شوية مع الطماطم. تمام. هنا هضيف حبة بسيطة جدا من الشوربة، لان هي كده كده بتنزل مية كتير، فعلشان ما تبقاش صيصة منك فحطي حبة بسيطة جدا. لو احتجتي ممكن تزوديها شوية بشوية. تمام. وهغطي الحلة بتاعتي وهسيبها تستوي 3/4 سوا، ولما تستوي هرجع لكم. خلاص الفاصوليا بتاعتي خدت 3/4 سوا.
وسويت اللحمة بتاعتي سوا كامل، وهنزل بيها على الفاصوليا الخضراء ياخدوا غلوتين كده مع بعض. عايزة اقول لكم ريحتها رهيبة جدا وطعمها جميل، جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. الفيديو ده والله انا كنت مصورة قبل طبعا ما اتعب وكده، فتأخرت عليكم ان انا انزله، طبعا وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات. وهغطي الحلة بتاعتي وشوية وهرجع لكم بإذن الله. خلاص اهو الخضار بتاعي واللحمة استووا، طبعا واتشربوا من طعم بعض، اكيد هيبقى الطعم جميل وهتغيروا رأيكم فيها. الفاصوليا دي يا جماعة جميلة جدا ولها فوائد عالية قوي، شايفين شكلها جميل قد ايه، يعني فعلا بتتكلم عن نفسها. كده خلاص الخضار استوى معانا، انا هقفل النار وهنشوف ازاي هنقدم الطبق بتاعنا الجميل ده. وده الشكل النهائي لطبق الفاصوليا بتاعنا، اتمنى تجربوه ويعجبكم، اظن مفيش اجمل من كده. انا هنا قدمته مع رز حبة وحبة، لكن انت لو عايزة تقدمي برز ابيض او بالشعرية براحتك خالص. الطبق بيتكلم عن نفسه، حاولوا تاكلوا خضار كتير علشان نرفع المناعة بتاعتنا، علشان الامراض اللي منتشرة دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد.